طيف الخليج ماطر جدا، تمطر وبغزارة شديدة في 4 بلدان خليجية هي قطر، البحرين، سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. منخفض عمان تسبب في مقتل 18 شخصا، ولتجنب الأسوأ الدراسة والعمل عن بعد. جليلة بن فتح. سيول جارفة وفيضانات أغرقت العديد من بلدان الخليج العربي. الصورة من الإمارات العربية المتحدة التي شهدت هطول أكبر كمية من الأمطار في تاريخها الحديث خلال 24 ساعة الماضية. همت العديد من المناطق، هي الأكبر منذ 75 عاما، وتسببت في حدوث سيول أغرقت طرقا رئيسية في دبي والعاصمة أبو ظبي، ما أدى إلى إغلاق العديد من الشوارع ووقف العمل وإغلاق المدارس الحكومية والخاصة حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة. وفي سلطنة عمان أعلن قطاع البحث والإنقاذ يوم أمس ارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد إلى 18 ضحية، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين مفقودين. وأمام هذا الوضع أعلنت سلطات سلطنة عمان يوم الاثنين الماضي تعليق العمل بالمدارس والتحول للدراسة عن بعد بجميع المحافظات بسبب المنخفض المطير. وفي البحرين تسببت الحالة الجوية السيئة في سقوط الأشجار وأعمدة إنارة وحدوث تماس كهربائية، كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار التي أغلقت طرقا رئيسية. بدورها قطر شهدت تهاطلا للأمطار خلال الساعات الماضية، فيما حذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية ورياح قوية على الساحل وفي البحر ممتدة من مساء يوم أمس إلى اليوم. هي أمطار رعدية قوية تشهدها منطقة الخليج العربي، يؤكد خبراء الأرصاد الجوية، ناجمة عن هبوب سحب ركامية رعدية على سواحل الخليج العربي تتحرك من الغرب إلى الشرق منذ السبت الماضي.